أخوتي أخواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقبرة مرتي الإسلامية من أجمل وأحسن المقابر الإسلامية بالمغرب. كتصار عليها جمعية المحافظة على المقابر الإسلامية بمرتيل. حنا كنتكلمو غير على الظاهر، أما الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حنا كنتكلمو على المحافظة على المقابر الإسلامية من الظاهر، أما الخفاء والأعمال كيعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الله يرحم موتانا ويعافي مبتلانا ويشافي مرضانا ويفرج همومنا وييسر أمورنا ويسر عيوبنا ويحسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين. إذا جينا نقارنها بالعديد أو لو 91% بالمقابر الإسلامية بالمغرب، غنشوفو الجمال وهذا الرونق ديال هاد المقبرة هادي، كيفاش الناس كيكرموا الموتى ديالهم، كيحافظوا على المقابر ديالهم. ما كاينش الفرق ما بين الغني والفقير، ما كاينش داك العشوائية. يعني مقبرة يكسوها لون البياض. كاين مقابر أخرى كاين اللي كيكري أو اللي كيشري بقعة وكيحوطها بكرياج باش كيدفن فيها العائلة ديالو، يعني الناس اللي هما لاباس عليهم. هنا ما كاينش هاد الحالة هادي، بحال الغني بحال الفقير. هنا المقبرة كتقسم على 3 أقسام. ملي كتدخل المقبرة الجهة اليمنى كيدفنوا فيها الناس المحليين، الناس اللي ساكنين تما، وفي الوسط خاصة بقبور الصبيان، وفي الجانب الأيسر كيدفن فيها الناس اللي كيجيو في التوابيت بحال المهاجرين المغاربة خارج أرض الوطن، أو الناس اللي كيخليو الوصية باش غيدفنوا فيها. سولناهم قلنا لهم خص المقبرة تبقى مفتوحة من الفوق. قالك يا ودي كانوا كيخليو القبر مفتوح من الفوق، ولكن كيجيو الناس كيمارسوا داكشي الشعوذة والسحر تما، واضطروا باش غادي يسدوا كلشي. هنا في هاد المقبرة هادي الجمعية هي اللي كتسهر على العملية ديال الدفن من الألف إلى الياء، يعني الغسيل ونقل الميت ودفنه. الجمعية اللي كتكلف اشنو كيديروا العائلة ديال الهالك أولا ديال الميت أولا ديال الميتة، كيجيبوا داك اللوحة اللي مكتوب عليها تاريخ الازدياد وتاريخ الوفاة، كيسلموها للجمعية، والناس سهرين على تنظيم هاد المقابر والبناء عليها. مقبرة محاطة بأسوار وأشجار، فيها بير لداخل، فيها أماكن الوضوء، فيها مسجد في الباب الرئيسي اللي قدام الجمعية، وفيها مكان الصلاة على الجنائز. شوفوا الممرات اللي كاين في هذه المقبرة هذه باش ما يبقاوش الناس يطلعوا فوق المقابر. يعني فين مشيتي تصير ممرات ما بين القبور، كاين ممرات منين يدوزو الناس باش كيجيو يترحموا على الوالدين ديالهم، على الأبناء ديالهم. الله يرحمهم جميعا يا رب العالمين. كانوا كيخليو المقابر هكا بهاد الطريقة هكا، كيجي لجوجنا ويخليو هكا، ولكن صابوا الناس كيمارسوا السحر والشعوذة واضطروا باش غادي يسدوهم. وإلا جينا نلاحظوا هاد السنين الفايتة من كانت الشتا كطيح بزاف، مثلا عندنا في الدار البيضاء المقابر ولاو الكفونة د الميتين كيبانوا بكثرة الأمطار اللي طاحت على المقابر.
وبعض شي مقابر ولات كتعطي منهم الريحة، حيت الشا كانت قوية بزاف وعرات على الموتى. هنا كتشوف الناس كيجيو يترحموا على العائلة ديالهم وعلى والديهم وعلى ولادهم. المقبرة عندها واحد الشكل هندسي رائع. يعني ملي كتشوف هاد الشكل كيتبدل حتى الفكرة ديال الإنسان اللي هزا على المقابر. مولفي حنا كنشوفو المقابر عامرين بالشوك والأوساخ والأزبال والحشرات والأفاعي. ملي كتشوف هاد المقبرة بهاد الجودة هادي وهاد النظام هذا كيتبدل الفكرة ديالك. الناس اللي كيجيو يزوروا مارتين من الصيف للصيف وكيدخلوا هاد المقبرة هادي كيسمعوا بها يجيو يزوروها ويترحموا على الموتى ديالها. هادو هما المقابر. هكا كتكون هكذا كيصاوبوا المقابر وكيترحموا على الموتى ديالها. كاين اللي كيخلي وصية باش يتدفن هنايا. كاين اللي كيسميها مقبرة 5 نجوم. المقبرة بالضبط جات قدام مشروع الكرامة ورياض صوفيا اللي كاينين في مارسيل. وحنا هابطين غنصيبو القبور ديال الصبيان ديال الدراري الصغار كيدفنوهم بوحدهم، والمكان ديال الصلاة على الجنائز جا في دخلة الباب. يعني شكل هندسي رائع ونظام صارم. هنا فين كيصليو على الجنائز. هاد البلاصة هادي ملي كيجيبو الميت أو الميتة كيصليو على الجنازة هنايا وكيمشيو يحطوه في المكان ديالو أو إلى مثواه الأخير. وداك البلاصة هاديك كاين العديد ديال حملات كتاب الله القرآن كيقراو تما القرآن. وبرا كتصيب العيالات الكبار هازين شطيبة ديال الريحان، عواد الريحان اللي كيجي يزور والديه. أو هنا صلوا على واحد الجنازة وغاديين بها باش غادي يدفنوها. شوفوا الناس كيمشي بواحد النظام، ما كاينش داك الصدام على المقابر. كيمشيو في الممر وسط مقبرة حتى كيديوه ويدفنوه. كيبقى القبور محترمين. وهنا هذا كيتسمى إكرام الميت وحسن المعاملة ديال القبر ديال الميت. هما كيدفنوا هنايا. الناس ملي كيكون شي هالك كيجيو عدد كبير ديال كيمشيو مع الجنازة، وملي كيساليو من الجنازة كيرجعوا للبلاصة اللي صلوا عليها اللي صلوا عليه، وكيتصفوا العائلة ديال الهالك والناس كيقدموا العزاء ليهم. نتمنى الله يعجبكم هذا المقطع. ما تنساوش تابوناو معنا في القناة. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.